الكبائر هي سبب كل مشاكلك اللي انت فيها، واتحداك تعمل اللي هقولك عليه وما تكونش فرجت. اتحداك. واعرف ان الفيديو ده مش ظاهر لك صدفه، وعايزك تركز في كل كلمه، ولعل ربنا باعت لك الرساله دي بيقولك جه وقت فرجك. هنتكلم دلوقتي عن ايه هي الكبائر بالتفصيل وازاي نبعد عنها، ولكن خليك عارف ان ذنب واحد من الكبائر كفيل ان هو يدمر لك حياتك في الدنيا قبل الاخره. ربنا سبحانه وتعالى حاطط قانون ان اللي حسناته اكتر من سيئاته بيتدلع في الدنيا وبيتدلع في الاخره. بيتدلع في الاخره بانه بيخش الجنه ان شاء الله، بيتدلع في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. واعرف ان ذنب واحد بس من الكبائر لو مصر عليه، انت شوف لو بتعمل ايه، حسناتك ما تجيش حاجه قدام سيئاتك، سيئاتك عماله بتطير ما بتجيش حاجه جنبها. فانت هنا بينطبق عليك القانون الثاني، بتقول حياتي متدمره وكل حاجه مقفله ومش فاهم اي حاجه. عشان كده ربنا قال الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحل الوحيد ان انت توقف الكبائر، ده الحل الوحيد عشان حسناتك تبقى اكتر. لو انت بتعمل حاجه من الكبائر تتوب وتوقفها فورا، ساعتها ربنا هيروح مبدل سيئاتك لحسنات، فينطبق عليك القانون الاول، تتدلع في الدنيا وتتدلع في الاخره ان شاء الله. وسبحان الله تلاقي الناس اللي كانوا بيعملوا حاجات من الكبائر كتير ومره واحده تابوا، تلاقيهم سبقوا ناس كتير قوي، سبقوا ناس كتير قوي، لان كان عندهم زي جبال من السيئات، فمره واحده تاب فبدلت لحسنات، سبق الكل. فاهم قصدي؟ اولا هنتكلم عن ايه هو الدليل ان الكبائر هي سبب كل المشاكل. تاني نقطه هنتكلم فيها ايه هي الكبائر وازاي نبعد عنها. في ورد في الاخر خالص كده هقول لكم على حاجه كده تحاولوا تطبقوها لمده شهر واحد بس. اتحداك انها تفرج قبل الشهر او خلال الشهر، اتحداك. تمام؟ طيب ايه هو الدليل ان الكبائر هي السبب في كل مشاكل اذا كان في الدنيا ولا في الاخره؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة هتحصل لك بسبب ذنب أنت عملته. في آية تانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ذنب أنت عملته، ذنب أنت عملته فتسلط عليك مصيبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ما يصيب المسلم من نصب أو وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، اللي هي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهنا وضحت أكتر إن حتى الحزن، حتى اللي اتسلط عليك بالسحر، حتى اللي اتسلط عليك بالعين والحسد، حتى اللي اتسلط عليك بأيا كان بسبب ذنب انت عملته، ربنا سلطه عليك عشان يكفر لك الذنب ده، عشان هو بيحبك. هنفهم كل حاجه دلوقتي. يبقى اذا كل المصايب اللي جايه تكفير للذنوب. طب انهي ذنب؟ كبائر ولا صغائر ولا كله ولا ايه الحكايه بالظبط؟ اسمع كده الايه دي، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو اجتنبت الكبائر، بعدت عن الكبائر خالص، هكفر لك كل سيئاتك وذنوبك، هسامحك على كل حاجه من الاخر. ابعد عن الكبائر هسامحك على كل حاجه. طب انا دلوقتي ما عنديش ذنوب، فين بقى المصايب اللي بتيجي عشان تكفر لي ذنوبي؟ فهمت قصدي؟ يبقى المشكله فين؟ قال لك لو اجتنبت الكبائر. تمام كده؟ يبقى المشكله كلها في الكبائر، هي سبب كل المصايب اللي انت عايشها في حياتك. انما تسلطت عليها مصايب، اعرف ان انت واقف حاجه من الكبائر. تمام كده؟ وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال نفس الكلام، قال لك الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن. امتى؟ يعني انت بتصلي الظهر والعصر، اي حاجه عملتها ما بينهم بتتمسح. صليت من العصر للمغرب، اي حاجه عملتها ما بينهم بتتمسح. صليت من الجمعه للجمعه، اي حاجه في النص من الذنوب عملتها اتمسحت تلقائي. صمت رمضان ده ورمضان اللي بعده، اي حاجه بينهم اتمسحت. بس قال لك بشرط واحد. قال لك ايه بقى؟ قال لك اذا اجتنبت الكبائر. يبقى لو ما اجتنبتش الكبائر مش كفارات، يبقى بتتعذب على كبيره وعلى صغيره. انما اجتنبت الكبائر انت ما فيش ذنوب اصلا، واخد بالك؟ انت حتى بتعمل ذنوب بس تيجي تصلي مثلا تلاقيها اتمسحت، تقول استغفر الله تلاقيها اتمسحت. طيب يعني تقريبا كمان الصلاه مش مقبوله وانت بتعمل كبائر، الصيام مش مقبول، الله اعلم، لان الصيام والصلاه دي ليهم حسنات رهيبه. ازاي مش قادره تواكب حاجه من ذنب واحد من الكبائر؟ اذا والله اعلم لا يقبلوا. فانت واقع في مصيبه كبيره جدا. انا كنت بتكلم مع حد في الموضوع ده، وكان بيقول يا اخي ده في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من قال سبحان الله وبحمده 100 الصبح و100 بالليل غفرت خطاياه وان كان مثل زبد البحر. وانا عارف ان هو واقع في مصايب او في بلاء يعني. والصدفه الغريبه ان انا عمال بدور اصلا في الاحاديث، وقريت الحديث ده، وبالصدفه بتكلم معاه مش عارف ايه، فلقيته بيتكلمني عن الحديث ده. قلت له انت قلتها؟ قال لي اه. قلت له طب انت لسه ليه في عذاب؟ لا طالما ذنوبك اتغفرت لسه ليه المصايب متسلطه عليك؟ فببص لنفسي، طب ده انا لسه كمان في عذاب ولسه كمان في بلاء، طب ما اترفعتش ليه عليا انا كمان؟ يعني عايز تقول ان التسبيحات دي ما اتقبلتش زي ما الصلاه ما اتقبلتش عشان انت ما اجتنبتش الكبائر؟
انت عايز تقول ان الاستغفار ما اتقبلش بسبب ان انت لسه مصر على ذنب من الكبائر؟ واخد بالك؟ قعدت ادور تاني بقى في الكبائر ومش عارف ايه لحد ما وصلت للشرك الاصغر، كان تايه عني خالص. وهنتكلم عنه دلوقتي، وهنتكلم عن كل حاجه دلوقتي. لان لقيت حديث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حديث قدسي: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. شوف، لو ذنوبك وصلت للسماء وقلت استغفر الله هسامحك عليها، مش فارقه معايا. اسمع بقى دي كده: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. ربنا حط شرط واحد عشان الاستغفار كمان يتقبل، انك ما يكونش عندك الشرك. قلت شرك ايه ده؟ الشرك ده يعني واحد مش مؤمن بالله اصلا هيستغفره ليه؟ هو اصلا مش مؤمن بيه، ده بيكلمنا احنا سبحانه وتعالى. بيقول لك اوعى تكون واقع في الشرك. فعرفت ان هنا ان في شرك اصغر وفي شرك خفي، والموضوع ده وهنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. وانا كان عندي معتقد: استغفر اديك فلوس. فانا بستغفر، بقول وعد ربنا حق، انا بستغفر، فين الفلوس؟ ما جاتش ليه؟ الوعد حق، طب يبقى المشكله فيا انا، يبقى الغلطه فيا انا عملت ايه؟ فوقعت في الحديث ده اللي هو الشرك الاصغر، لحد ما فهمت ان الكبائر مش عايزه استغفار بس، عايزه توبه. الصغائر هي اللي عايزه استغفار، الكبائر عايزه استغفار وعايزه توبه. توبه اللي هو ايه؟ خلاص مش هتتعمل تاني ابدا ابدا. شوف لو ايه، لو دفعت لي كام ما هتتعمل. ربنا بيقول في القران: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يبقى اذن الاستغفار حاجه والتوبه حاجه.